في المغرب غيبدلوا جميع القطارات القديمه العاديه وغيجيبوا قطارات جديده باش يوجدوها الكأس العالم 2030. هذا الشيء قالته الصحف الإيطالية. وإيطاليا بدلت جميع القطارات انترسيتي القديمة وجابوا قطارات جديدة حاليا كتلقوها وكتركبوا فيها هنايا في إيطاليا. إيطاليا كتبيع جميع القطارات انترسيتي الإيطالية القديمة المتهالكة إلى المغرب. صدق ولا تصدق، في المغرب هذاك لافيراي غيبدلوه بلافيراي. هذا الشيء اللي قالته الصحف الايطاليه وفرحانين. المغرب هناهم من الزباله ديالهم، من لافيراي ديالهم كانوا غيخسروا عليه الفلوس وخداوها المغاربه باش يركبوا عليه ويقولوا جابوا لنا قطارات جديده. لا، هذوك القطارات اليوم 30 سنه. اكثر من 4 ايام كنتسنى مول الناموس يطلع ببيان ويتكلم، ما تكلمش حيت تما ما يقدرش يتكلم. وصدق من قال اي انسان كتعطيه قيمه اكثر من قيمته الا هو كيحطك تحت المقام ديالك. في المغرب الانسان حنا كنعطيوه القيمه اللي ما يسواهاش وكنحطوه في واحد المنزله اللي ماشي ديالو. لهذا خاص في المغرب يراجعوا نفوسهم ويعاملوا بالمثل. ومول الناموس سكت، اما الاخرين ما عمرهم غينساوها ولحد الان كيقولوا في نفوسهم يا ريت هذا الشيء كنت تنظم في المغرب، حيت هادو كنبانوا عليهم قويين عليهم. باش قويين عليهم بالخا، باش قويين عليهم بالعقليه ديالكم المتخلفه. مهاجر كيطلب التعويض من الدوله الايطاليه 1,000,000 اورو بسبب الاضرار اللي تعرض لها في خلال 3 سنوات تقريبا. قبل 3 سنوات الجاره نتاعو مشات عند الله وشي واحد حيدها. من خلال البحث نتاع الشرطه والكاميرات كيلقاو راجل كما كيقولوا طاليان ديكولوري كيدور في هذيك الزونه، كيدور في هذيك المنطقه، وشكوا في هذاك المهاجر الجار ديال المراه الايطاليه واعتقلوه. والمدعي العام كان طالب له المؤبد، والرجل السنغالي متشبت بكلامه كيقول انا ما عملتهاش. وقبل يومين المهاجر السنغالي يعانق الحريه وكياخذ البراءه. المحامي نتاعو كيطلب تعويض 1,000,000 يورو جلب الضرر للمهاجر السنغالي. وهنا فين كيقول لك ما تديرش ما تخافش.